السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنىكم تكونوا بألف خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم واحد ليطار صغار عامرين بواحد الكريمه اللي اقتصاديين وكيجيو لذيذ. عندي رابعه ديال الدقيق ديال الفورس، وعندي بيضه وخميره وفانيا، ونص كاس ديال العنبه ما بين زيت وزبده، وعندي معلقه ديال السنيده. هادشي بالنسبه للعجينه. وبالنسبه للكريمه كنحتاج كاكاو غبره، شوكولات، وكنحتاج النشا او المايزينا، وكنحتاج السكر والحليب. دابا غنبداو في العجينه. كنبدا على بركه الله. كناخذ واحد الطاوه اللي غادي نحضر فيها هاد العجينه ديال الطارت. كنوضع فيها بيضه متوسطه، وغنوضع فيها واحد القبيصه ديال الملحه. هاد لي طارت كيجيو رطبين كيذوبوا في الفم، جربوهم ماشي بحال لي طارت الاخرين اللي حاطانا في اللي عندي في القناه. هادو كيجيو لذاذ ورطبين بزاف. خديت البيضه ووضعت معها واحد 2 معالق معمرينش ديال السنيده، ووضعت معها واحد الفانيا صافي. وكنخلط هذيك الزبده مع السنيده والبيضه. كنحاول ندوب شويه ديك السنيده، ومن بعد عاد باش نضيف غنضيف الزبده والزيت. انا عندي زبده سونطرال، وانتم على حسب. ولا بغيتو بالنسبه للعبار 50 غرام ديال الزبده و50 غرام ديال الزيت. هاد الطارت اللي بغى يحضرها في مول كبير يديرها في مول. انا درتها في هاد لي مول صغار. نتوما الا بغيتو تحضروها في مول كبير حضروها في مول كبير، ما يكونش كبير بزاف، يعني يكون شويه متوسط باش تقدكم العجينه. حيت غنحط هاد العجينه غنقسموها على جوج. غناخدو النص ديالها غنفرشو في الطارت، والنص غنوضعوه الفوق. خديت نص كميه ديال الدقيق ديال الفورس كندخلها لهاد الخليط. ودابا غنوضع 8 غرام ديال الخميره، 8 غرام صافي. وكنبقى نضيف الدقيق حتى كنكمل رابعه ديال الفورس، رابعه ديال الدقيق ديال الفورس صافي. وكنبقى هكا نجمع حتى كتجمع ليا العجينه بحال هكا. دخلت فيها كما قلت لكم رابعه، يعني 250 غرام ديال الدقيق الابيض صافي. وكنقسم العجينه ديالي. كناخذ واحد الكميه، غندير كره وحده يعني وحده كبر من وحده، يعني بشويه، مش هاد حتى العجينه دي صغر من هاد الكره. كنحتفظ بها هي اللي غادي نوضعها الفوق، ونصف الاول ما كبر. يعني العجينه قسمتها على جوج، وخديت منها تقريبا واحد مقدار واحد تقريبا 2 معالق ديال العجينه اللي حيدتهم. وخليت العجينه احتفظت بها هذيك، حطيتها في الثلاجه. وخديت العجينه الاولى ديالي هي اللي كنسرحها بحال هكا عاديه. كندفع العجينه وكنعمر هاد القناه. ما نخليش العجينه رقيقه بزاف، نحاول شويه نغلظ العجينه. انا ما غنثقبوهم ما والو، غير غادي نقادوهم ونوضعوهم في الثلاجه في الكونجيناتور ونمشيو نخدموا الكريم. كنسرح بحال هكا وكندفع الجوانب. نخلي شويه العجينه ما نرققهاش بزاف من الجناب، نحاول نخليها شويه غليظه. ومن الوسط كنحاولوا نرقوها، ولكن ماشي بهذاك الرق اللي يعني شويه، خليوها شويه غليظه حتى العجينه كتجي رطبه بزاف وكتجي كتفرتت. ما نحاولوش نرقوها باش ما تهرش لينا صافي. وكنستمر هكا تنكمل العجينه اللي عندي كامله. من بعد دابا غنحطها في الثلاجه، وغنمشي نوجد معكم الكريمه الاقتصاديه وكتجي لذيذه. غناخذ 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان بعبار العنبه، 2 كيسان ديال الحليب، كريمه الاقتصاديه ما فيها لا كريمه لا كريم شونتي، ما فيها حتى شي حاجه. وفيها واحد يعني كميه اللي انتم غتشوفوا غتجي واحد الكريمه اللي لذيذه واقتصاديه. دابا خديت 2 كيسان ديال الحليب ووضعت فيهم 2 معالق ديال مايزينا او نشا. واللي عنده الكريم باتيسري يدير الكريمه باتيسري حتى هي كتجي زوينه. وغنوضع
تقريبا معلقة عامرة ديال غبرة ديال الكاكاو، وغنوضع السنيدة 2 معالق تقريبا على حسب الذوق ديالكم، ولا معلقة. انا درت غير معلقة، وانتم اللي بغيتو تجي حلوة ذوقوا الكريمة، بغيتو تزيدوا فيها الحلاوة زيدوا حتى 2 معالق. وعندي واحد القطعة ديال شوكولات نوار، وانتم ديروا الشوكولات اللي يعجبكم. غير هاد الشوكولات كيزيد يعزز لينا ديك الكريمه، كتجي مذاق الشوكولات كيجي زوين، ماشي كيجي الشوكولات كيجيك حلو بحال يعني كل كريمه ديال الشوكولات، ماشي كيجي مر. اللي بغى يوضع دانيت يدير دانيت، واللي بغى عنده الكريمه السائله يضيف من الكريمه السائله. ها نتوما شوفوا حصلت على هاد الكريمه اللي صراحه راه كتجي تشهي. شوفوا كيجي مذاقها زوين. كنحركوها بحال هكا وكنخليوها تبرد. كما شفتوا هانتوما راه ما جات كريمه لا متكتله لا والو، جات واحد الكريمه اللي ناجحه 100%. نحاولوا نخليوها تبرد شويه. وعاش نعمر فوق العجينه ديال الطارط، غنعمرها. ما نحاولوش نعمرو بزاف حتى هاد الكريمه كتنفخ والعجينه حتى هي كتنفخ. حاولوا ديروا واحد الطبقه اللي شويه، ماشي ما نحاولوش نعمرو بزاف. هانتوما كما تشوفوا نشدوا واحد المعلقه وكنديرها هكا الوسط، وكنحاول نقادها تقريبا معلقه. هادي راه ما كنهزها غير بالنص وكنقاد. المهم العجينه ما تجيش حتى للفوق، حيت مازال غنزيدو غنغطيو الوجه ديال الطارط. صافي نحاولوا نقادهم بنفس الطريقه. والكريمه ما نحاولوش نخليوها طالعه، حاولوا دائما ما نقووش بزاف، باش كما قلت لكم حيت العجينه غتنفخ والكريمه باش ما تسيحش لينا. نحاولوا نخليوها مقاده مع الجوانب باش بحرا غتجينا ديك العجينه الفوق. صافي كنستمر هكا تنكمل الكريمه اللي عندي. خديت العجينه اللي كانت حطيتها في الكونجيناتور كنحكها دابا، حطيتها في المجمد حتى تشوفوا راه تكونجات شويه وكتحك لينا بكل سهوله. صافي وكنغطي بها الوجه كما شفتوا دابا كما كتبان لكم في الصوره. غنغطي وغنزين بشويه ديال الزبيب، ولا تخليوها عاديه ثاني كتجي زوينه. انا عندي شويه الزبيب قلت غنزين به من الفوق، وانتم الا بغيتو تخليوها هكا راه كيجي النظر ديالها زوين. صافي كنغطي الوجه ديال هاد التورتات هكا بالعجينه كاملين كنغطيهم. الفران عندي دابا سخون، ملي نبغي ندخلهم كنقص العافيه مع العجينه ديال الزبده بصح كطيب. نقصوا العافيه نخليوها شويه بحال متوسطه، ونخلي واحد 10 دقائق ونطلعوا عليهم. راه كيتحمروا من الفوق ومن التحت بلا ما كنستمر هكا بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. خرجوا لي 3 كبار و3 صغار، غير ما 3 كبار وغادي يخرجوا لي 3 صغار، يعني 6. صافي وكناخذهم دابا ملي غنكملهم غنحطهم في واحد اللاطه وغندخلهم للفران. هانتوما راه خرجوا لي هادو كما كتشوفوا 5 ووحده. راه ما شاطش لي العجينه باش نغطيها، خليتها غنطيبها غير عادي وغنعمرها بديك الكريمه اللي شاطت. وغنرجع لكم ملي غيطيبوا باش تشوفوا الشكل ديالهم. كيجيو صراحه هانتوما شوفوا كيجيو محمرين وكيتقلبوا بكل سهوله. هانتوما محمرين وكيجيو يشهيو راه رطبين. دابا راه باقيين سخان، ما تحاولوش ديروا بحالي انا، خليهم حتى يبردوا يشدوا في راسهم والكريمه حتى هي كتشد. هانتوما راه باقيين سخان بزاف وانا كنقلبهم معكم باش تشوفوهم راه كيجيو ناجحين 100%. غير هكا بلا زبيب بلا حتى شي حاجه راه كيجيو زوينين. كنرش عليهم واحد شويه ديال السكر كلاصي ولا السكر ثقيل كل واش كيقول. ايوا دابا نقدمهم لكم بالصحه والراحه باش تشوفوا الشكل ديالهم ملي غنفتحهم وتشوفوا ديك الكريمه كتجي سايحه. والصراحه راه ريحتهم كتجي في الكوزينه مشاهيتكم فيها مع الزبده والشوكولات صراحه ما تشبعوش منهم. المهم خليهم حتى يبردوا
عاد باش نرشوا عليهم السكر كلاصي وقدموهم وبالصحة والراحة. وانا غنوريكم كيفاش كيجيو. صراحة راه الا هزيتيهم بسرعة راه كيتفرتو في يديك، يعني شي حاجة اللي احسن عجينة ديال الطارت هي هذه اللي قدمتها لكم دابا، ورطبة وكتذوب في الفم. غير كما قلت لكم ما تحاولوش ديروا ما درت انا، خليوها خليهم تيبردوا باش يشدوا في الريوس، تشد في راسها. يعني الا كانت سخونه راه كتفرتت كلها كتضيع منك. هانتو راه باقا سخونه انا كنقطع فيها وراه غنشوفوا راه وهاد الكريمه كتجي صراحه ديال الشوكولات كتجي تشهي. نتمنىكم تجربوا هاد الوصفه اللي كتجي لذيذه واقتصاديه 100%. نتمنى نتلاقى معكم فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء.